لو فتحت الفيديو ده صدفة فاعتبريها علامة انك تشيل الموبايل وتفتح كتابك. الفيديو ده مش للمذاكرة، الفيديو ده معمول علشان ينقذك من يوم كامل كنت هتضيعيه. فلو انت مذاكرتك مش تمام اليومين دول، تعالي نبدأ من هنا، من الدقيقة دي، من اللحظة دي. بس شوفي، مجرد ما انك فتحت الفيديو ده معناه ان عندك طاقة مكبوتة، لسه عندك رغبة تبدأي قبل ما الوقت يفوت. وده فعليا الكلام اللي اديته لنفسي قبل ما ابدأ اذاكر. وانا يا جماعة لما بعمل حاجة وبلاقي ان فعلا جابت نتيجة بعمل فيديو على طول وبطلع اقولها لكم علشان افيدكم معايا، لان بصراحة ده هدفي من القناة اللي انا عملتها، ان انا افيد كل الناس. يعني انا عايزة اقدم حاجة الكل يستفاد منها. بجد يا جماعة نفسي كل اللي موجودين في قناتي يكونوا بيستفادوا من الفيديوهات بتاعتي. وكمان انا بحب جدا يجيلي كومنت اللي هو انا اخدت بنصيحتك وفعلا عملتها. بحب الاشياء دي، بحس ان انا فعلا في ناس بتبقى نفسها في ده، تبقى حبت ده، فده فعلا بيفرحني انا شخصيا. طيب انا هنا بعمل ايه في الفيديو علشان نسينا خالص الموضوع دوا؟ وهو ان انا كنت بذاكر للجامعة بتاعتي، لان في الجامعة حاليا عندنا ضغط. بصراحة الايام دي فكرتني بتالتة ثانوي كده، وازاي كنا بنذاكر وكده، وكان الضغط كل يوم حرفيا. فقلت خلاص انا هصبر اللحظات دي، يمكن لو نتشجع اكتر على المذاكرة، لان في الجامعة مش هما اللي بيجبروكوا تذاكروا، فاهمين يعني؟ الجامعة حياة غير الثانوية العامة دي خالص. طبعا على فكرة تماما. فلو هنقارن بينهم احنا محتاجين فيديو كامل، سلسلة فيديوهات حرفيا. بس فنرجع لموضوعنا الاساسي. في يا جماعة حاجة اخطر من انك ما تذاكريش، ايه هي انك تقارني نفسك بحد. لان فعليا الحاجة دي بيجي فيها طلاب كتير وناس كتير جدا. ويا جماعة لو قلنا ان هما مش بيكونوا ملاحظين دوا، لا خالص تماما بيكونوا عارفين غلطهم فين، ان هما بيقارنوا نفسهم بصاحبتهم، ببنت عمهم، ايا يكن. بيكونوا عارفين ان هما لما بيقارنوا نفسهم بفلانة مش بيذاكروا، والله بيكونوا عارفين. بس المشكلة انهم بيكابروا في الموضوع ده، لو لا على فكرة انا بقارن نفسي منها فبلاقي نفسي بحسن من مستواي. لا طبعا، ده انت كده بتقللي من مستواكي وانت مش واخده بالك. فعشان كده يا جماعه النقطه دي مهمه. طيب امتى اذاكر واقول ان انا بذاكر واقول ان انا بنجز؟ هقولك ازاي. انك تشوفي نفسك امبارح كنت ذاكرتي مثلا محاضره واحده بس اهم حاجه تكوني فهمتيها وتكوني عرفتي تحلي عليها وكده. والنهارده مثلا ذاكرت محاضره ونص، مش هقولك محاضرتين، ده فعلا اسمه انك مستواكي بيزيد، تقدمك ملحوظ، انت شايفه ده بعينيكي، مش بتقارني نفسك بغيرك. لانك لما تقارني نفسك بغيرك المذاكره مش هتكون على مزاجك خالص. لو انا بذاكر تسليك يوم بس مش اكتر. لكن لو بتذاكر وقدامك حلم وقدامك هدف وبتقارني نفسك بنفسك، يعني ايه؟ يعني انا امبارح ذاكرت محاضرتين، النهارده ذاكرت 3. ومش بالسرعه، مش بالسرعه يا جماعه، بالفهم والتركيز. لان دول الاتنين لو مش موجودين اعرف ان انت مش بتذاكر حلو. طيب انا عملت دول ومشيت عليهم، اعمل ايه تاني؟ اكتر حاجة مهمة وهتفرق مع الكل لو عملها، وهي انك تيجي في اخر اليوم تقيمي نفسك. قيمي مستواكي اليوم ده كم من 10. قيمي مستواكي النهاردة، تقيمي مستواكي، وبكرة تبقي بتعافري في المذاكرة عشان تقيمي نفسك احسن من امبارح، فاهمة يعني؟ تقيمي نفسك دوا حاجة مهمة جدا وحاجة هتفرق في مستواكي. فلو عايزة فعلا تطوري من نفسك وتحسي انك بتنجزي وماشية تمام وكل الامور دي، اعمل اللي انا بقولك عليه، بس مش مطالبة باي حاجة تاني.